السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم قصة جديدة، وقصة اليوم اللي غنحكيها لكم بطل ديالها واحد خينا اللي تيقولوا عليه سكيري. ربما السكيرية كيديروا الصداع والمشاكل، ولكن في القصة ديال اليوم هاد السكيري غادي ينفعنا بزاف، حيت هو باش غادي تحل هاد الجريمة هادي. اللي وقع هو انه واحد النهار في شهر دوجنبر كانت الشتا بزاف وكان الجو بارد، وكان الصباح يعني ملي كتفيق مع 8 وباقا الظلمه. واحد السيد فاق مع الصباح غادي للبلاد ديالو باش يبدا الخدمه ديالو اللي كيدير كل نهار معتاده، الا انه كيتفاجأ بواحد السيده كبيره في السن ميته قدام المنزل ديالها. تصدم بزاف وتسائل، قال واش هادشي حلم ولا بصح؟ ولكن الصراحه داكشي بصح. بدا تيعيط للناس ديال الدوار، تجمعوا الناس، كلشي خرج من ديورو الصباح بكري، اش واقع اش واقع اش واقع، كلشي كيتسائل. فاذا بهم كيشوفوا ديك السيده ميته والدم في ايد ديالها وميته قدام المنزل ديالها. استغربوا بزاف، هذيك السيده وحدانيه عايشه بوحدها في ديك الدار، ما معاها لا ولادها، ما عندها بناتها، ما عندها حتى شي واحد، لا حنين لا رحيم الا الله سبحانه وتعالى، وعايشه في ديك الدار راسها. الناس سالوا قالوا شكون هذا اللي غادي يتجرأ غادي يدير لهاد الحاله هادي، وشكون هذا اللي غادي يزهق هذا الروح بهاد الطريقه هادي. الناس تعجبوا بزاف وما كان عليهم الا يعيطوا للدرك باش يجيو يباشروا بالقضيه ويشوفوا شنو واقع. طبيعه الحال السريه ديال الدرك الملكي تحركات ومشات لعين المكان، عينات الجريمه وعينات الابعاد ديال المسرح الجريمه، وقادوا المسائل ديالو وخداو العينات وخداو داكشي كامل اللي غيساعدهم في البحث باش يوصلوا لشي حاجه. دخلوا للدار ديالها، فتشوها، بحثوا في الدار، ما لقاوش شي حاجه اللي مشفوره ولا شي حاجه اللي ما كايناش اللي غادا تثير الانتباه ديالهم وغادا تخليهم يعرفوا بانه هذا الشيء هذا وقع. هاد يعني جريمه القتل وقعت باش تكون واحد السرقه. فتعجبوا بزاف، الا انهم في الوقيته اللي كانوا كيشوفوا في اليد ديالها بان ليهم بان اليد ديالها مجروره شي حاجه، والناس كيشهدوا ان ديك السيده كانوا عدة دباج ديال الذهب ديالها ما تتحيدهمش من ايدها وعزازين عليها. يعني حنايا قدام جريمه سرقه، والسرقه ادت للقتل. وتخيل معايا واش تقدر تشفر شي واحد وتقتلو، وصل بك الدرجه حتى لهاد الشيء هذا. هادشي اللي غادي نعرفوه. مصالح ديال الدرك عياو ما يسولوا في الناس ديال الدوار، عياو ما يقلبوا، عياو ما يبحثوا، وما تبينش ليهم حتى شي خيط. هذاك النهار كانوا الدراري تيلعبوا كره، جاو عندهم الجدرميه سولوهم حتى هما، قالوا لهم واش شفتوا شي حاجه، واش عرفتوا شي حاجه؟ قالوا لهم لا اشنو واقع؟ قالوا لهم راه واحد السيده توفات هنايا، ولكن راه لقيناها مضروبه، راه واقيلا قتلها شي واحد، وحنا دابا تنسولوه باش نعرفوه هذا كذا. الدراري استغربوا، قالوا هادشي هذا ما عندناش حنا هادشي في الدوار، هادشي جديد علينا، ما دخلتش لهم راسهم. المهم كملوا البحث والتحريات، فاذا بهم كيوصلوا لطريق مسدود، ما عرفوش شكون هو اللي تعدى على هاد السيده واللي دار في هاد الحاله هادي وقتلها. ولكن الروح عزيزه عند الله. واحد خينا كلشي تيقولوا راه سكيري، تيكون في تما في الدوار كاع النهار هو كيطلعوط بالليل، الناس تيدخلوا لديورهم شي ينعسوا وهو تيخرج، هذا كترشق ليه يبدا يغوت، وهذا كترشق ليه يبدا يبلبلها، وهذا كترشق ليه يجيب الشراب ويشرب داكشي ديالو ويبقى يغوت ويدور في الدوار بحال شي هبيل. الليل كامل كيبات يدور وبالنهار كيصبح ناعس. فالناس ديال الدوار قالوا الجدرميه هذاك خينا راه تيبقى هنا بالليل، يعني تقدروا تاخذوا منه شي معلومات، يقدر يكون شاف شي حاجه ربما حنا ما عارفينش. وبالفعل جابوه الدارك واستنطقوه وقالوا له عاود لينا في ديك الليله المظلمه اللي كانت الشتا واش شفتي شي واحد؟ فبطبيعه الحال قال لهم شفت اشخاص كانوا جاو وسولوني ملي شافوني شفتهم على الكارو، وقلت لهم ما عنديش، ومعنا بنت لهم سكران ما داوش فيا وزادوا، ولكن انا عرفت منهم واحد. فهنايا رجال الدرك فرحوا بزاف انهم لقاو واحد الخيط اللي يقدر يجرهم الحل ديال اللغز ديال هاد الجريمه هادي. شكون هو داك الشخص اللي شافوا هاد الخينا هذا هاد السكيري وعرفوه؟ هذاك الشخص واحد من الدراري ديال الدوار اللي كانوا كيلعبوا الكره، وهذاك الدري اللي نعتو ليهم هو ماشي ولد المنطقه، هو من منطقه اخرى، ولكن كيسكن في داك الدوار بحكم انه كيشتغل عند واحد الخينا، عنده واحد الضيعه فلاحيه كبيره، هو واحد الصديق ديالو. فمشاو رجال الدرك دخلوا عليه وشدوه، مع شافهم تخلع ويقول لهم غير زقاو غير زقاو غير زقاو، ما تقيسونيش، انا غادي نعترف لكم باي حاجه وغادي نقول لكم كل شيء. فرجال الدرك عرفوا انهم وصلوا للحل ديال هاد الجريمه هادي، داو المخفر ديالهم وبدا الاستنطاق ديالو، بدا تيحكي لهم وتيعاود لهم. قال لهم انا
خططت انا وواحد جوج اشخاص باش نسرقوا هذيك السيده، حيت ديما كنا كندوزو من حداها كتسلم علينا وكتقول لنا كي دايرين صباح الخير، وبعض المرات كتعطينا الخبز، بعض المرات كتعطينا اللبن. يعني شوف الخير ديالها كيفاش رجعوا لها. قال لي هو ملي كدير لكم هذا الشيء هذا علاش نتوما قررتوا انكم تمشيو ديروا لهاد الحاله هذه؟ قال لي حنايا ما كناش باغيين نديروا لهذيك الحاله. قال لي هي ملي كتمد لينا الخبز ولا كتعطينا شي حاجه كنشوفوا الذهب في يديها، وكنشوفوا انها ما عندها لا وليدات لا والو، كتقول لنا نتوما بحال ولادي. انا هادشي هذا خلانا اننا نعرفوا باللي هي عايشه وحدانيه وما معها حد وما تيجي عندها حد. يعني واخا ما عرفت شنو وقع ما غادي يسول فيها حتى شي حد وحتى شي واحد ما غادي يأذينا عن طريقها هي، حيت هي عايشه غير بوحدها. الدراكي كيستنطق فيه قال له كيفاش حتى فكرتوا انكم ديروا الجريمه، وشكون هما جوج اشخاص اللي كانوا معاك؟ قال له على دوك جوج اشخاص اللي كانوا معاه، وقال له باللي انه هذاك الشخص الثالث اللي كيسكن معاه راه ما عنده حتى شي علاقه بالجريمه، وهو ما فراسو حتى شي حاجه. وهذيك الليله فاش كان هو غادي ينفذ الجريمه خلى الصديق ديالو ناعس. حتى الصديق ديالو تم الاستنطاق ديالو قال لهم انا راه كنت ناعس وهو كيحسب لي حتى هو كان ناعس، انا ما شفتوش امتى خرج. بطبيعه الحال قال لهم الصراحه، واعترف بهذوك جوج اشخاص اللي كانوا معاه، وقال لهم باللي ملي مشينا اننا نسرقوا اتفقت معاهم انهم يسهيو لي داك السكيري باش ما يشوفنيش، حيت هما ماشي من تما من ديك المنطقه وما تيعرفوش داك السكيري. ولكن سكيري ذكي وعرف هذاك خاينه اللي كان كيلعب مع الدراري الكره هو اللي جاب دوك جوج اشخاص تما باش يلاهيوه باش هو يدخل عند السيده ويقضي الغرض. والغرض اللي كان باغي يقضي اشنا هو؟ كان باغي يوقف عليها ويحيد لها الذهب ديالها صح. وملي دخل عندها للدار ديالها وهي ياخذ لها الذهب ديالها صح، السيده من هذاك النوع اللي عزيز على حاجتها، وهذاك الذهب ديالها كان عزيز عليها، كان هدا لها الزوج ديالها قبل ما يموت، وحيت هي ما عندها لا وليدات لا حتى شي حاجه بقات عندها غير هذيك الذكرى من الزوج ديالها وهذاك المنزل اللي كتسكن فيه. فاضطرات انها تدافع على راسها وما خلاتوش ياخذ الذهب ديالها، وبدات كتغوت، وهو ملي سمع الغوت خاف يتفضح مع الجيران فاضطر انه يقجها وبقى تيخنق فيها حتى توفات. وملي توفات طاحت الارض والدبالج كان مزير لها على ايدها وبدا تيجبد فيهم، وبالقوه باش هو كيتجبد فيهم جرحها من الايد ديالها، الشيء اللي خلى ان هذاك الدم يخرج والاثار ديال الخدش ديال الجر ديال دوك الدبالج من يدها بقى. يعني هذا هو المنطلق اللي خلى رجال الدار كيعرفوا ان هذه العمليه ديال القتل كانت عن طريق السرقه. بطبيعه الحال ملي اعترف داروا له جريمه القتل، والاصدقاء ديالو داروا لهم المشاركه في جريمه القتل. مباشره تم الاقتياد ديالهم للسجن هو والاصدقاء ديالو. الاصدقاء ديالو كان عندهم حكم المشاركه في جريمه القتل، تعطاتهم 30 سنه سجن نافذه. وهو في الوقيته اللي كان باقي في السجن احتياطي يعني مازال ما تحكمش، كان حاول ينتحر 3 المرات، لدرجه انه قال لهم كل نهار كتوقف عليا واحد السيده هنايا كتبقى تدور عندنا هنايا في الحبس وكتبقى تشوف فيا وانا ما بقيتش باغي هذا الشيء هذا. كيقول لهم عدموني انا باغي نتعدم، انا باغي نموت، لدرجه انه فكر انتحار كي قلت لكم 3 المرات. ومنها واحد المره فاش كان باغي ينتحر قج راسو وزلق طاح وتهرس من المرفق ديالو، وحاول انه يقشر راسو بجميع الطرق وما قدرش وما توفقش انه ينتحر. تحكم عليه بحكم الاعدام وبقى في السجن سنوات طويله حتى توفى في السجن. والاصدقاء ديالو خرجوا هما كبارين في السن بعد ما ضربوا 30 سنه وما استأنفوا الحكم ديالهم وما تنقصات لهم حتى شي سنه على الجريمه البشعه اللي كانوا داروا لهاد السيده هذه. وبطبيعه الحال بعد ما خرجوا من السجن بعد قضائهم 30 سنه ما دازش فتره طويله وتوفاو، والطريقه باش توفاو كانت طريقه جد 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 بشعه، يعني انتقام ديال الله سبحانه وتعالى منهم في الدنيا قبل الاخره. حنا الاخره ما تنعلموش بها، تيعلم بها الله سبحانه وتعالى، ولكن عذاب الدنيا حنا تنشوفوه. الشيء اللي تيقتل النفس بغير حق، واحد النفس اللي سولات لك نفسك انك تاديها وهي كانت كتحسن ليك، وشحال من مره طعماتك وشحال من مره مدات لك اليد ديال المساعده وعطاتك بزاف د الحوايج، والجزاء ديالك انك تنوض تقتلها بهذه الطريقه، فكون اكيد ان انتقام الله سبحانه وتعالى ما غاديش يكون بالهين. والنفس اماره بالسوء والروح عزيزه عند الله، شحال كاع ما ديتي وشحال ما بغيتي تخبى ربي غيجبدك. كانت هذه قصه اليوم. الواحد ياخذ ديما الحيطه والحذر، ماشي اي واحد كتحسن ليه وكتضحك معاه راه ديما تيشوفك ديك الشوفه الزوينه. راه كاين وسط منا بزاف ديال وسط منا بزاف الناس كيغدروا، وشحال من واحد مشى بالنيه وتلوات عليه الحيه.
كنتمنى انا قصة اليوم تكون عجباتكم، ومازال غادي يكونوا قصص جديدة وقصص شيقة وممتعة في القناة ديالنا. ما تنساوش ديروا ابوني، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم، خلونا شي كومونتير تنقراو لي كومونتير ديالكم والتحفيزات ديالكم، كنشكركم عليها وكنشكركم على التشجيع ديالكم. دمتم في رعاية الله، والى اللقاء في حلقة قادمة من قصص أسامة.